كيف أفشل توم براك مخطط احتلال حلب من قبل قسد؟ وكيف أنقذ توم باراك بالوقت الضائع حكومة دمشق من سقوط حلب بيد قسد؟ شباب الاسايش اللي كانوا بحلب تذكروا التلفزيون العربي، قناه العربيه، اول يوم الاحداث اللي صارت بشيخ مقصود ممكن قبل اول الاحداث، شو صار يقولوا؟ قوات الاسايش هجمت على حي السريان وعم تقترب من بين المحافظه، صح؟ هي كنتوا جايبين كل الجيوش تبعكم، كل هالالاف تبعكم، طلع انا مو بعندي، انا يمسكوا اخبار يكبوه بزباله، قناه العربي والتقارير ما صاروا يقولوا هجموا على حي السريان ويطلعوا المراسلين عم ويركضوا، عملوا هجمه مرتده. مين بس المقاتلين هال 400 500 واحد اللي كانوا موجودين بالشيخ مقصود، وقالوا اقتربوا من مبنى المحافظه، صح ولا لا؟ بس قولوا لي كذب ولا صح؟ هدول ما ردوا على مظلوم. مظلوم قال لهم اعطاهم اوامر انه يا اخي هي المنطقه بدها تتعرض لحرب ونحن ما في طريق نوصل لعند منكم، انا بنصح انه نعمل تسويه ونلاقي طريقه، لانه فهموا الامريكان والفرنسيين حلب بدها تكون لمناطق النفوذ التركي والسلطه المؤقته، انت شغلك بشرط الفورة. ومع مظلوم عم يتابعني لانه هو الهاوي بيعرف شو عم بحكي، وانا ما كنت حابب احكي المعلومه، اليوم اتاكدت وثقت منها 100%. بس سؤال، تعالوا نراجع الاحداث، اول يوم ثاني يوم من المعركه، شباب قرروا انه يقاوموا بحلب، شفتوا بعينكم التلفزيون كانت عم بيحشدوا العصمليين، صار لهم 20 يوم على مناطق الشيخ مقصود ومحاصرينها بالكامل، طحشوا الشباب واقتربوا من مبنى المحافظه ولا لا؟ بس قولوا لي ايه ولا لا، انا ما رح احكي. قناه العربي وقناه الجزيره وكل القنوات اللي عم تدعم هي السلطه، هجمه مرتده قالوا كذا مدري صح؟ شلون صار هذا الشيء؟ لانه في رجال عم تقاوم وفي ناس مفككين عم يشتغلوا مرتزقه. شو اللي صار؟ قول للناس، اتصل فيك توماس باراك قال لك بتمارس كل الضغوط عليهم يرجعوا لاماكنهم للشيخ مقصود، هذا موضوع محسوم. الشيخ مقصود والاشرفيه هي للنفوذ التركي، نحن هيك بدنا نرضي التركي، بطاقه طرديه عن موضوع شرق الفرات. نعم عزيزي، هذا ما حصل. قوات قسد اللي كانت بالشيخ مقصود وبالأشرفية تقدمت باتجاه مناطق حلب، وكان بدها تحتل حلب لولا تدخل توم براك، واتصل على مظلوم عبدي، وهو مظلوم عبدي كان عم يشوف لايف سمير متيني، قال له انت عم تشوف اللايف تبعي، انت والهام احمد، كل الدنيا تشوف اللايف، احمد الشرعي يشوف اللايف، اسعد الشيباني يشوف اللايف، توم براك، اعضاء الكونغرس، ترامب بعض مرات مو على طول. المهم قوات قسد كان بدها تحتل حلب لولا تدخل توم براك وتفاوضوا نيابة عن الحكومة السورية وأقنعهم أنه يتراجعوا وما يحتلوا حلب. بس السؤال اللي يطرح نفسه، كيف كان بدهم يحتلوا حلب وهم حتى 4 ساعات ما صمدوا بالأشرفية والشيخ مسكين؟ ممكن عندك يعني تفسير لهالموضوع أستاذ سمير متيني؟ هو يحب كلمة أستاذ.